أبرز مدارس علم النفس. الحقيقة ان علم النفس الحديث ليه مدارس. يعني ايه ليه مدارس؟ يعني مداخل. كل مدرسة ليها اسلوبها، ليها موضوعات بتدرسها، ليها منهج بتقوم بيه بدراسة الموضوعات دول. طب كم مدرسة؟ 5 في وش العدو عشان بس محدش يزعل. طب اول مدرسة اسمها ايه؟ اسمها المدرسة البنائية. طب مين هم العلماء اللي في المدرسة البنائية؟ علماء النفس. تحفظهم زي اسمك محمد احمد عادل، تحفظ كده على طول. المدرسة البنائية صاحبها فونت، فاكر فونت اللي احنا لسه قايلين عنه؟ موجود في المدرسة البنائية. قال لي المدرسة البنائية اهم علمائها فونت وتلميذ واحد اسمه تيتشنر. يبقى المدرسة البنائية اهم علمائها فونت وتيتشنر، فونت وتيتشنر. قول كده معايا، تيتشنر، فونت وتيتشنر، فونت وتيتشنر. طب ايه هم اللي هيدرسوه في علم النفس في الوقت ده؟ تعالى كده بمنتهى البساطة. قال لك موضوعي هدرس الخبرة الداخلية الشعورية المباشرة للفرد. يعني ايه؟ مش فاهم اي حاجة، تعالى افهمك. هدرس، هعمق، هعمل عمليات تحليل للخبرة الداخلية. يعني ايه كلمة خبرة داخلية؟ يعني معلومات، يعني احداث، يعني مواقف داخلية. داخلية يعني محدش شايفها، جواك انت بس اللي بتشعر بيها. عشان كده سميها الخبرة الداخلية الشعورية. حاجات، شعور، احاسيس، عواطف، انت بس اللي بتشعر بيها وانت بس اللي تقدر توصفها. عشان كده سميناها الخبرة الداخلية الشعورية المباشرة، مفيش حاجز بينك وبينها، المباشرة للفرد. اوصف لي حالك النهاردة. والله انا زهقان، انت اللي بتوصف حالك. طب كان ايه احاسيسك لما باباك توفى؟ والله يا ميس كنت حاسس بواحد واثنين وثلاثة. دي خبرتك انت الداخلية، انا مش شايفاها، المباشرة، حاجات انت اللي بتشعر بيها. عشان كده سميناها خبرة داخلية شعورية مباشرة للفرد. تروح لدكتور السنان يقول لك ايه؟ ها انت حاسس بايه النهارده؟ تقول له والله انا حاسس ان بطني وجعاني. انت اللي بتقول، انت اللي بتوصف، لان دي خبرة عندك انت. والله انا حاسس ان في الم في ضرسي موجود هنا. يبقى الخبرة دي انت اللي بتشعر بيها، انا مش شايفاها. فعشان كده سميناها خبرة داخلية شعورية، مفيش فاصل ما بينك وما بينها، مباشرة للفرد. يبقى اول حاجة موضوع المدرسة البنائية موضوعها دراسة الخبرة الداخلية الشعورية المباشرة للفرد. طب ايه المنهج؟ كلمة منهج يعني طريقة، اسلوب، مدخل. ايه المنهج اللي المدرسة دي هتستخدمه عشان تدرس عواطف واحاسيس ومشاعر الفرد الداخلية اللي مفيش حد غيره هو شايفها؟ قالك هتعتمد على منهج اسمه منهج الاستبطاني او التأمل الباطني. تاني، منهج الاستبطان او التأمل الباطني. يعني ايه منهج الاستبطان او التأمل الباطني؟ انت اللي بتتأمل بواطن نفسك. يعني ايه بواطن نفسي؟ مداخل نفسي، الحاجات الداخلية اللي ليها علاقة بنفسي. يعني انا لما اقول لك ايه احساسك النهاردة وانت رايح اول يوم المدرسة، انت اللي بتتأمل المشاعر اللي جواك مش انا. طب لما اجي اقول لك ايه احساسك لما خلفتي اول طفل، لما اجي اقول كده انت اللي بتتأملي بواطن نفسك والحاجات الداخلية جوه نفسك مش انا مش شايفاها. فعشان كده سميناها المنهج الاستبطاني، انت اللي بتتأمل نفسك، التأمل الباطني. يبقى تاني، اول مدرسة عندي هقول لك تاني اخر مرة، المدرسة البنائية صاحبها مين يا دكتور؟ صاحبها فونت وتيتشنر. خليك معايا، بص اوعى تنام. ايه هي موضوعها؟ هتدرس الخبرة الداخلية، مفيش حد شايفها، الخبرة الداخلية الشعورية المباشرة للفرد. انا اللي هتأمن نفسي، انا اللي هوصف مشاعري، انا اللي هوصف احاسيسي، انا اللي هوصف كل حاجة موجودة جوايا. عشان كده بنسميه المنهج بتاعها منهج الاستبطان، التأمل الباطني، بتأمل الحاجات الداخلية اللي موجودة جوايا. بص كده بيقولك ايه؟ المنهج ده بيقسم وبيرجع، بيشتغل على الوعي والمعرفة. ها انت بتشعر بايه؟ ها انت حاسس بايه؟ ها انت بتفكر في ايه دلوقتي؟ يعني الوعي والتفكير والمعرفة دي مش انا اللي هتكلم فيهم، انت اللي هتوصف اللي جواك.
بيقول لك سؤال المذيع لاحد اللعيبه عن شعوره بعد الفوز. ها بقى احكي لي بقى يا كابتن مو صلاح، احكي لي بقى عن ايه احساسك بعد ما فزت بجائزه احسن لاعب على مستوى العالم. والله انا احساسي ان انا كنت اسعد مخلوق. وي 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 هو اللي بيتامل نفسه تامل باطني او منهج استبطان. يبقى شغال على الخبره الشعوريه المباشره، المنهج بتاعه منهج الاستبطان او منهج التامل الباطني. طب المدرسه الثانيه بقى اسمها المدرسه السلوكيه. يعني ايه السلوكيه؟ تعالى كده مع بعض. بس قبل ما نقول يعني ايه السلوكيه، قال لي صاحب المدرسه دي اسمه واتسون. اسمه ايه يا دكتور؟ اسمه واتسون. واتسون قال لك لا، انا ماليش دعوه بالحاجات الداخليه اللي انا مش شايفها. امال انت هتدرس ايه؟ تعالى كده. قال لك موضوعي انا هدرس السلوك، بس مش اي سلوك، السلوك الذي يمكن ملاحظته وقياسه. السلوك اللي انا شايفاه قدامي، اللي انا ممكن الاحظه او ممكن اقيسه. يعني اعمل ايه؟ انا بتقطع من جوايا. دي انت وصفت نفسك، ده منهج تأمل باطني، ده مدرسة بنائية. قعدت تعيط وتبكي، سلوك البكا اللي انت عملته اللي هتدرسه المدرسة السلوكية. يبقى المدرسة السلوكية بتدرس اي سلوك يمكن ملاحظته. انا شايفاه قدامي واحد عايش طول النهار في اكتئاب، سواء بياكل وبيشرب وبيضحك، اللي جواه اللي محدش شايفه، ده تدرسه المدرسة البنائية. انهار وقعد يعيط وعنيف وكسر كل اللي حواليه، التكسير اللي حواليه اللي احنا بنلاحظه ده السلوك الظاهر، تدرسه المدرسة السلوكية. يبقى المدرسة السلوكية بتدرس اي سلوك يمكن ملاحظته وقياسه، زي الذكاء. طب معلش بقى دكتور، ما هو الذكاء انا مش هينفع اشوفه. ما انت بتستدل على الذكاء من خلال الحاجات الناتجة عنه. يعني ايه؟ يعني انا بستدل ان انت ذكي لما اديك مشكلة وانت تحلها، دي حاجة بيمكن ملاحظتها وقياسها. عشان كده الذكاء تدرسه المدرسة زي المدرسة السلوكية. التفكير، انت بتفكر في ايه دلوقتي؟ تفكيرك لما يترجم لحاجات ظاهرية تدرسها المدرسة السلوكية. الضحك سلوك واضح، البكاء سلوك واضح، اقدر ان انا الاحظه وابدأ ان انا اقيسه. يبقى المدرسة السلوكية بتدرس السلوك الظاهر الذي يمكن ملاحظته. يعني ايه كلمة ملاحظته؟ يعني مشاهدته وقياسه. لكن السلوك وليس الشعور. امال الشعور مين اللي بتدرسه؟ المدرسة البنائية. ركز كده. قالك بركز فيها على ايه المدرسة السلوكية؟ قالك بتركز على الملاحظة الموضوعية الخارجية كمنهج. يعني عايزة تقول يا دكتور ان منهج المدرسة السلوكية هي الملاحظة الموضوعية الخارجية؟ يعني ايه؟ كلمة تعالى نفهمها مع بعض. ملاحظة يعني مشاهدة، موضوعية يعني محددة، يعني ملاحظة دقيقة. خارجية يعني الحاجة اللي أنا أقدر ألاحظها. يعني أنا عندي طلبة عندهم وليكن سلوك عدواني، أنا هستخدم منهجي ملاحظة، هراقبهم، بس هراقبهم وأقول الحاجات اللي هم بيعملوها بدقة بموضوعية. لا هدخل آرائي ولا هدخل دين ولا هدخل سياسة ولا هدخل أي حاجة فيها. نفس اللي هم بيعملوه في الواقع انا هنقله بالظبط. فعشان كده بنقول عليها ملاحظة موضوعية خارجية. امال مين اللي بيدرس المنهج الاستبطان؟ اللي بيدرس المنهج الاستبطان هو المدرسة البنائية. احنا خدنا مدرستين. المدرسة الأولانية المدرسة البنائية تدرس الشعور. أمال اللي بتدرس السلوك مين؟ هي المدرسة السلوكية اللي بتعتمد على الخبرة المباشرة الداخلية للفرد، المدرسة البنائية اللي بتعتمد على السلوك الخارجي الظاهري هو المدرسة السلوكية. فونت وتيتشر بنائية، واتسون المدرسة السلوكية. طيب المدرسة بقى الثانية والثالثة مين؟ قال لي سيجموند فرويد. سيجموند فرويد يعتبر راجل مهبوش كده، يعتبر من اهم، طبعا عالم نفس عظيم، يعني يعتبر من اهم علماء النفس اللي موجودين. صاحب مدرسة اسمها مدرسة التحليل النفسي. مفيش حد ينفع يدخل علم نفس، لا آداب ولا تربية ولا طب نفسي، الا لما لازم يدرس مدرسة اسمها التحليل النفسي. يعني ايه مدرسة التحليل النفسي بتاعت سيجموند فرويد؟ فرويد قال ان سلوكك، علم النفس عنده هيركز على أثر الدوافع اللاشعورية في سلوك الفرد. بالراحة كده. يعني ايه أثر الدوافع اللاشعورية في سلوك الفرد؟
قال ان سلوكك بيتدخل فيه حاجة اسمها الدوافع اللاشعورية. يعني ايه الدوافع اللاشعورية؟ بمنتهى البساطة يعني الغرائز، يعني المكبوتات. كل بني ادم عنده جزء اسمه اللاشعور او العقل اللي هو احنا بنسميه العقل الباطن. كل الحاجات المشينة، الذكريات الأليمة، المكبوتات اللي جواك بتدخلها جوه هنا في اللاشعور وفي العقل الباطن. الكلام دوت كله بيأثر في سلوك الفرد. طب بيأثر في سلوك الفرد ازاي؟ تيجي اديك مثال، تعالى كده اقول لك مثال. واحد اتعرض وهو صغير لعضة كلب، الحقيقة ان هي ألمته جدا، والحقيقة ان هو عانى منها جدا جدا. كبت الموضوع دوت وما بيحبش يتكلم عنه نهائي. بس اول لما بيكبر واول ما يروح اي مكان فيه كلب تحس ان جات له هستيريا، وبدأ يصرخ ويصوت وعايز يطلع من المكان ده على طول. هو مش عارف ليه، لان هو كبت الحادثه اللي حصلت له في مكان اسمه اللاشعور. ايه ده؟ يعني الدوافع اللاشعوريه بتأثر على سلوك الفرد. قال لك الحقيقه هي بتأثر أن ما يحكم سلوك الفرد قوة داخلية، غرائز، دوافع لا شعورية، دوافع أنت مش حاسس بيها بتكبتها، في مخزونات عندك أنت مش حاسس بيها وبتكبتها. زي بالظبط في الطفل دوت بيتعرض لعنف شديد جدا 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 من الأب والأم، عنف شديد وقوي. فالطفل دوت بيعمل ايه؟ يقعد يخزن الاحداث اللي بتحصل له دي ويكبتها في اللاشعور عنده في العقل الباطن. فتلاقيه بيحلم ان هو بيقتل ابوه وامه. ايه ده؟ يعني المكبوتات واللاشعور دوت بيطلع في الاحلام. قال لك الحقيقه ان هو بيطلع في الاحلام. طب بيطلع في ايه تاني؟ قال لك بيطلع في زلات اللسان اثناء النقاش. في واحد صاحبك الحقيقه ان هو عمل موقف معاك ألمك قوي، بس الموقف دوت انت رحت حطيته عندك في اللاشعور، الناحيه اللاشعوريه او في العقل الباطن. تيجي وانت بتتكلم معاه تلاقي نفسك مره واحده في ضحكه او في هزار او في ثانيه كده تجلي قلت له كلام، بعد ما تروح وانا قلت له الكلام دوت ازاي؟ ده حضرتك العقل الباطن اللاشعور هو اللي كان بيتكلم. يبقى عشان كده قال لك اثر الدوافع اللاشعوريه في سلوك الفرد. حصه رخمه، حصه انت مش طايقها، ولا الميس انت طايقها بس مستحملها. هتعمل ايه بقى؟ يلا يعني سنه وتعدي. تيجي اول ما يجي ميعاد الحصه بتاعها تلاقيك محى من هنا، تقول لماما والله انا نسيته، انا مش عارف ازاي ان انا نسيته. العقل الباطن اللاشعور عندك خلاك تنسى ميعاد لان انت مش حابب الميعاد دوت. يبقى سيجموند فرويد مدرسة التحليل النفسي ركزت على الدوافع الشعورية، لا اللاشعورية، الدوافع المكبوتة، الغرائز والدوافع اللي الإنسان مش بيحس بيها في العقل الباطن، وقالت إن هي ليها أثر على سلوك الفرد. بتطلع في أحلامه، بتطلع في زلات لسانه، بتطلع في إن هو ينسى ميعاد، الميعاد دوت هو مش حبه. طب سيجموند فرويد قال لك ايه كمان؟ قال ان شخصية الفرد بيتحكم فيها ايه؟ قال لك بتتحكم فيها الطفولة المبكرة. هو اول 5 سنين من عمر الطفل ليهم اثر على تشكيل شخصية الفرد كلها. الحقيقة دي يقول لك ايه؟ التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. يعني اللي انت هتعلمه الطفل وهو صغير هيكون شخصيته على مدار عمره كله. طفل وهو صغير اتعرض لحادث، هتلاقي طول الوقت هو خايف، هو حاسس بألم. طفل طول الوقت وهو في الطفولة المبكرة كان في ظروف حرب حواليه، فشاف ابوه بيموت او شاف امه بتموت، ده هيبقى ليه اثر على تشكيل شخصيته طول الوقت. طفل وهو صغير اتعرض لحادث، وليكن الحادث دوت حادث اغتصاب، ليه اثر على تشكيل شخصية الفرد طول حياته. يبقى سيجموند فرويد ركز تاني حاجة على أثر الطفولة المبكرة في تشكيل شخصية الفرد. بصي مثال بيقولك ايه؟ ما يكتسب الطفل يشكل شخصيته في المستقبل. لو اعتمد على نفسه وهو صغير هيشكل شخصيته في المستقبل. لو كان طفل اعتمادي ما بيعتمدش على نفسه، بيعتمد على اللي حواليه، صدقني هيبقى كبير وهو رامي في كل هدومه في كل حته كده، ويقول لي ماما لم انتي الهدوم من ورايا. ليه؟ لان هو ما اتعودش على كده من الطفوله المبكره. طب
ايه النقطه الثالثه بقى اللي عند سيجموند فرويد؟ سيجموند فرويد ضاف 3 حاجات. قال لك اول حاجه الاهتمام بالعوامل الوراثيه. يعني ايه الاهتمام بالعوامل الوراثيه؟ سيجموند فرويد قال ان الوراثه ليها علاقه بسلوك الفرد وشخصيته. ازاي ده؟ الحقيقه ان الكلام دوت كان موجود في ادبي في المنهج القديم، بس احنا نقول نبذه عنه كده مختصره. ان الوراثه ليها علاقه بالشخصيه. الجينات بتاعت حضرتك مش بتورث منها الطول والتخن والصوت والشكل ولون البشره، لا، جيناتك كمان ووراثتك بتورث منها سلوكك. يعني ايه؟ يعني بابا عصبي فانت بتورث الجين بتاع العصبيه. طب ما هو انا ممكن اطلع عصبي واخويا مش عصبي مع اننا عندنا نفس الجين دوت. البيئه هنا بقى بتتدخل وبتاثر، تطلع واحد عصبي وتطلع واحد مش عصبي. يبقى العوامل الوراثيه ليها دخل في شخصيه الفرد، ليها دخل في شخصيه الفرد. عشان كده يعني محمد امام ده ما بيقلدش ابوه، ده وارث بعض الجينات منه، البيئة خلتها وساعدتها في ان هي تظهر، بس الجينات دي هو وارثها. يبقى الاهتمام بالعوامل الوراثية ليها علاقة بالسلوك. قالك الثقافة الاجتماعية والعوامل اللاشعورية احنا شرحناها. يعني ايه الثقافة الاجتماعية؟ المجتمع والمتغيرات الاجتماعية ليها علاقة بسلوك الفرد. يعني ايه المتغيرات الاجتماعية؟ قدر الله يحصل حادث وفاة اب او ام، يحصل هجرة، يحصل عوامل اقتصادية تنهار. كل الثقافة الاجتماعية والعوامل الاجتماعية دي أكيد بتأثر في سلوك الفرد بشكل أو آخر زي ما قال سيجموند فرويد. يبقى سيجموند فرويد اتكلم على الشخصية، الدوافع اللاشعورية، وقال إن هي بتؤثر في الفرد، الغرائز، القوة الداخلية. اتكلم على العوامل الوراثية، اتكلم على المتغيرات الاجتماعية أو الثقافة الاجتماعية، اتكلم على أثر الطفولة المبكرة في تشكيل شخصية الفرد. طيب جينا بعد كده المدرسة اللي بعد كده اسمها مدرسة الجشتالت. مدرسة الجشتالت مين هم اصحابها؟ بمنتهى البساطة اصحابها 3، احفظوهم معايا: فريدهايمر، كوفكا، والتالت بتاعهم اللي هو فريدهايمر وكوفكا وكوهلر. تاني فريدهايمر وكوفكا وكوهلر، تاني فريدهايمر وكوفكا وكوهلر، تاني فريدهايمر وكوفكا وكوهلر. يبقى البنائيه فونت وتيتشنر، السلوكيه واتسون، التحليل النفسي سيجموند فرويد، الجشتالت كوفكا وكوهلر وفريدهايمر. طيب لو انت رحت سألت الهير بتاع الألماني يعني ايه كلمة جيشتالت، بمنتهى السهولة هيقول لك كلمة جيشتالت دي يعني الصيغة الكلية. يعني ايه الصيغة الكلية؟ يعني مجموع الكل. تعالى نكتب كده اهو: مجموع الكل أكبر من مجموع الأجزاء. يعني ايه مجموع الكل اكبر من مجموع الاجزاء؟ يعني بأدرك الاشياء بشكل كلي وليس على مجموع اجزاء. تيجي الله حلوه قوي البلوزه دي، يبقى انت بتدركي الشيء بشكل كلي وبعد كده الاجزاء. ما تيجي كده تقرا لي الكلمه دي تقول لي مثال ادركت الكلمه كلها وليس في صوره اجزاء. تيجي تشوف صاحبتك النهارده تقول لها شكلك حلو النهارده، ادركتيها بشكل كلي. بعد كده هتبداي تقولي لها الطرحه جايباها منين، الساعه مش عارفه جايباها منين. يبقى احنا بندرك الاشياء بشكل كلي. يبقى الجشتالت معناها الصيغه الكليه، مجموع الكل اكبر من مجموع الاجزاء، ان احنا بندرك الشيء بشكل كلي وليس كاجزاء. بصي بيقول لك ايه؟ كلمه ماما اكبر من الحروف المنفصل. ما بنقولش ميم الف ميم الف، لا، بندركها كشكل كلي. بتدرك البناء ككل. العمارة دي حلوة، مش بتبدأ تفصصها حتة حتة، لا، استفدت من بعض المدارس فانت بتيجي تقول المدرسة دي كلها على بعضيها كويسة. وبعد كده بقى تبدأ ان انت تقول المدرسة دي ايه المنهج اللي بيستخدموه فيه، طب شكل الفصول عاملة ازاي، طب ايه طرق التدريس اللي هما بيستخدموه فيها. يبقى كلمة الجشتالت معناها الادراك الكلي او الصيغة الكلية. طب اخر مدرسة معانا اسمها المدرسة المعرفية. مين صاحب المدرسة المعرفية؟ صاحبها 2 سكينر وواحد اسمه دونالد نورمان. تاني سكينر ودونالد نورمان. طيب فاكرين المثير والاستجابة اللي احنا اتكلمنا عنهم؟ يعني ايه مثير؟ بمنتهى البساطة مثير يعني فعل، واستجابة يعني رد فعل. قال ان ما بين المثير والاستجابة في عمليات عقلية معرفية. يعني هو دلوقتي الباب خبط دوت مثير، الحقيقة انا سمعت
اهو هو فعلا بيتفتح. انا سمعت ان الباب فتح، دوت احساس اللي هي عمليه استخدمت الحواس. انا انتبهت ان الباب بيفتح، انتباه. انا ادركت ان في حد قدامي، انا افتكرت ان اللي دخل قدامي ده هو شغال هنا، موجود هنا في الاستوديو. ايه ده؟ انا سلمت عليه وقلت له ازيك وعامل ايه. يبقى ما بين المثير الفعل اللي هو خبط على الباب، وما بين ان انا استجبت له وضحكت وقلت له ازيك عامل ايه، انا عملت مجموعه من العمليات بعقلي. الاحساس اللي هو استخدام الحواس، انتبهت له اللي هي الانتباه، انا ادركت ان هو، انا افتكرت انه هو شفت صورته فين قبل كده لحد ما عملت الفعل. اللي انا بشرحه لك بمنتهى البساطه ده موجود عندي في اسم مدرسه اسمها المدرسه المعرفيه. بص بيقول لك ايه: اكدت المدرسه المعرفيه من صاحبها سكينر ودونالد نورمان على وجود العديد من العمليات العقليه المعرفيه التي تتوسط، يعني اللي موجوده في النص هنا ما بين ايه؟ المثير والاستجابه. المثير الفعل، الاستجابه رد الفعل. المدرسة دي قالوا ان السلوك الانساني ليس مجرد استجابة بسيطة. ما تفتكرش اني قمت فتحت دي استجابة بسيطة، لا، ده مش رد فعل كده عشوائي، لا، ده مش الكلام دوت، مش كده، بل فيه بينهم عمليات عقلية تتضمنها. طب ايه العمليات دي اللي احنا شرحناها وقلناها؟ الاحساس، الانتباه، الادراك، الذاكرة. يبقى عندي 5 مدارس. تاني، المدرسة البنائية صاحبها فونت وتيتشنر، عندي المدرسة السلوكية صاحبها واتسون، عندي المدرسة اللي هي الجشتالت اللي هي صاحبهم كوفكر كوهلر وفريدهايمر، عندي التحليل النفسي سيجموند فرويد، عندي المدرسة المعرفية اللي هو صاحبها دونالد نورمان والسكينر. لما اجي اقول لك المدرسة اللي بتدرس الشعور هتقولي المدرسة البنائية. طب اللا شعور هتقولي التحليل النفسي. المدرسة اللي بتدرس السلوك المدرسة السلوكية. المدرسة اللي بتدرس العمليات اللي بتحصل بالعقل، العمليات اللي بتعتمد على المعلومات، العمليات اللي الإنسان بيعملها بذهنه ما بين صدور الفعل وما بين صدور رد الفعل، هتقولي المدرسة المعرفية سكينر ودونالد نورمان. اللي ركز على الدوافع اللاشعوريه، المكبوتات، الحاجات، الغرائز الداخليه اللي موجوده على اثر الشخصيه في الطفوله المبكره، اللي ركز على العوامل الوراثيه، هتيجي تقولي على طول سيجموند فرويد التحليل النفسي. كده يبقى احنا شرحنا مراحل تطور علم النفس، شرحنا المدارس بتاعت علم النفس بالتفصيل والتفاصيل، بس في نفس الوقت حبينا ان احنا نجملها كلها في نهاية الحصة. نزل لك ان شاء الله الاسئلة بتاعت التدريبات احلها معاك، وحل معاك اسئلة الواجب، وخلي بالك اسئلة الواجب لازم تحلها عشان تفتح لك الحصة الجديدة ان شاء الله. السلام عليكم.